دايما الأب سند لأولاده، دايما الأب ظهر أولاده. فلذلك الولد لازم يحس إن ظهره بخير، الولد لازم يحس إن ظهره محمي، الولد لازم يحس إن هو مسنود على جبل اللي هو أبوه، وجبل يكون متين. عارفين من أعجب الفتاوى وأشق الفتاوى اللي جات لي لما واحدة جت بعد خطبة الجمعة بتقول: يا مولانا أصل أنا بدعي كل يوم على أبويا وأقول يا رب نزل على أبويا جمرة من نار. قلت لها: أعوذ بالله، ليه بتقولي على أبوكي كده؟ ده أبوكي المفترض لو أنت صالحة أصلا هتدعي له. قالت: يا مولانا ما هو أبويا اتجوز غير أمي، ولما اتجوز غير أمي عندنا أرض وعندنا زرع وعندنا كان بيدي لإخواتي اللي من أبويا وما بيديش لإخواتي اللي من أمي وأبويا، ولا بيدي لأمي أي حاجة، وإحنا كنا في أمس الحاجة للطعام وهم بيتمرمغوا في العز، وهم عندهم عز وخير كتير جدا، وهم أولاده وإحنا اللي قبليهم أولاده ما كناش يا مولانا لاقيين ناكل. فلذلك عانينا كتير جدا وطالعين بنكره إخواتنا بسبب إيه؟ بسبب إن الأب فضل بعض أولاده على بعض. في قصة سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب عليه السلام لما كان مائل قلبه إلى سيدنا يوسف وإخوات سيدنا يوسف بدعاوى شيطانية زين لهم وزين لهم الشيطان إن سيدنا يعقوب مائل إلى يوسف، حاولوا التخلص من يوسف بسبب إن ظنوا وشكوا إن أبوهم بس بيفضلوا عليهم. فلذلك الأب لازم يكون سند لأولاده. لما سئلت فتاة: ما الأمان؟ قالت: حذاء أبي خارج الدار. يعني الأمان عندي لما أجي داخل البيت ولاقي جزمة أبويا بره الباب، معناها إن أبويا جوه، دي الأمان بالنسبة لي. بالمناسبة سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان هناك خلاف كبير بينه وبين ابنه يزيد، وكاد الخلاف أن يقتتلا من أجل الخلاف. فسيدنا معاوية بن أبي سفيان بعث إلى صديق له ليستشيره، قال له: ماذا تقول في الولد؟ يعني رأيك إيه في الخلاف اللي ما بينه وبين ابني؟ قال له: يا أمير المؤمنين، هم ثمرة فؤادنا وعماد ظهورنا. يا أمير المؤمنين، من سألك منهم فأعطه. يا أمير المؤمنين، اللي عايز حاجة فيهم ادهاله. يا أمير المؤمنين، لا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حياتك ويتمنوا وفاتك. اجعل نفسك دائما عكازا لابنك، اجعل نفسك دائما سندا لابنك، اجعل نفسك دائما في ظهر ابنك. خلي ابنك يا أخي يفتخر بيك، خلي ابنك يا أخي يحس إنه ظهره سليم، خلي ابنك يا أخي يحس إنه هو ما يسواش أي حاجة من غيرك بسبب المعاملة الطيبة.